دكتور علاء، الكرملين تحدث وندد بما حدث في سوريا، ويقول بأن ما يحدث هو انتهاك للسيادة السورية. مع عواقب ذلك مستقبلا، هل سنشهد تدخل روسي شبيه بالإجرام الذي أحدثه في السابق برأيك؟ لا، أنا باعتقادي حقيقة أن هناك توجه دولي من أجل صبغ ما يجري في سوريا بصفة الإرهاب، وهذه فيها إشكالية كبيرة. اليوم هؤلاء الناس كيف تريد أن تقنع العالم أن الإرهابي من يريد أن يخرج من خيمته ويعود إلى بيته حتى رغما عن أنف المجتمع الدولي؟ كيف تقول أن هذا إرهابي وتقول أن هذا الذي أخرجه من بيته وهجره بالباصات الخضراء مكتوب عليها الأمم المتحدة بأن هذا ليس إرهاب؟ أنا باعتقادي أن هذه الباصات وهذا المجتمع الدولي عندما يسير بهذه الطريقة هو الذي يتحول إلى إرهاب أنيق، إرهاب يلبس جرافة. هذا هو الحقيقة. القضية ليست باللباس ولكن بالسلوك. نحن اليوم نعيش أمام آلة مافيوية لا تحترم الإنسان على الإطلاق، وبالتالي من الواضح اليوم أن هناك توجه عندما يتكلم الكرملين بهذا الكلام يريد أن يصبغ الثورة بالإرهاب. وعندما يتكلم واشنطن يقول أيضا واشنطن بالتصريحات أنه اليوم هناك جماعات إرهابية تقود المعركة. وأيضا عندما يتكلم الاحتلال الإسرائيلي يقول نحن ليس مع أي طرف من الأطراف لأن كلا الأطراف غير جيد. وبالتالي تجد أن هناك محاولة لتهيئة الأمر، وحتى هناك تصريحات لدول عربية تقول أو تتعاطف مع السيادة السورية، وبالتالي تقدير الكلام أنها هي ضد الحراك الشعبي العربي. طيب أنتم ضد هذا الحراك الشعبي العربي، ضد هذا الطفل الذي أراد اليوم أن يعود إلى مكانه. ماذا فعلتم طيلة 15 عاما؟ ألستم أنتم من يولد إذا كان هناك يوجد تطرف؟ ألستم أنتم من يولد التطرف؟ لذلك الحديث عن تطرف في سوريا هو حديث خيالي. لا يوجد متطرف في سوريا ولا يوجد. يعني لدي